مرحباً أصدقائي، جئتكم اليوم بقصة قديمة جداً من قصص الجدات عن فتاة ليست ككل الفتيات وفارس نبيل في بلاد بعيدة يحكمها سلطان قوي له عدة قرى وبلدان تحت سلطانه وجيش جرار يحارب به الإنس والغيلان. وكان للسلطان ولد باسل مقداد قائد الفرسان لا يهاب الأخطار، فإذا سمع بظلم أسرع بجيشه ليعيد الظالم إلى المسار. وفي إحدى القرى الهادئة عاش الناس مطمئنين في سلام، وعلى قمة جبل في كوخ صغير عاشت عجوز كبيرة مع ابنتها الجميلة واسمها قمرة. كانت قمرة كالقمر حسناً وبهاءً، تخشى عليها أمها من الحاسدين والطامعين، فخبأتها في البيت لا تخرج ولا يراها أحد. وللعجوز بقرة ودجاج، وكانت أحياناً تنزل إلى سوق القرية لتبادل البيض والحليب بما تحتاج، ثم تعود مسرعة إلى الكوخ قليلة الكلام بعيدة عن الناس. وذات يوم وبينما كانت العجوز عائدة من السوق اعترضها بعض اللصوص. ضحكت وقالت: وهل تظنون أن امرأة مثلي لها مال؟ ثم غافلتهم وهربت، لكنها احتمت في غار فيه حية سامة فلدغتها. عادت العجوز إلى الكوخ تحتضر، فارتعبت قمرة. قالت الأم لابنتها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة: يا بنيتي، خبأتك طول حياتي، لكن الآن جاء وقت خروجك للعالم والاعتماد على نفسك. إن نزلت إلى السوق فتنكري مثلي وأطلي وجهك بالطين حتى لا يعرفك أحد. كوني قليلة الكلام، اقضي حاجتك وعودي. وماتت الأم، وبقيت قمرة وحيدة تبكي تارة على فقدها وتفكر تارة في وصاياها. مرت أيام، ثم لبست قمرة ثياب أمها ووسخت نفسها بالطين كما أوصتها. نزلت إلى السوق فانبهرت من كثرة الناس والضوضاء، لكنها تذكرت وصية أمها: قليلة الكلام. بادلت البيض والحليب واشترت ما تحتاج، ثم عادت وظلت على هذا الحال أياماً. وذات مساء ضل راع طريقه وهو يبحث عن نعجة صغيرة تائهة، حتى أظلم الليل فوجد نفسه قرب كوخ قمرة. رآها تملأ الماء فظنها ساحرة تتغير بين الليل والنهار. خاف الراعي ثم هرب وروى قصته لأهل القرية. انتشر الخبر حتى وصل إلى السلطان. ناقش الأمر مع وزرائه فتوصلوا على أنها مسالمة ولا تشكل خطراً، فلنتركها وشأنها. لكن ابن السلطان الفارس الباسل ظنها ساحرة وتخطط لشيء، فتنكر كتاجر وجاء إلى القرية. فسمع الكثير من الروايات فقرر الصعود للجبل